عاوزاكم تتفرجوا على الجمال. بسم الله ما شاء الله. قرص الحبة الكاملة او قرص الطيبات زي ما بتسموها، المكونات بتاعتها كلها موجودة معانا في النظام. بسم الله ما شاء الله. لو حد خايف ان هي ما تخمرش او تبقى هشة معانا، طرية جدا، هشة هشاشة ما شاء الله، الله اكبر، وطعمها وريحتها جايبين لاخر الشارع. اول حاجة نعملها عجينة البولش. العجينة دي انا عملتها معاكم كتير جدا. عبارة عن ايه؟ نص كوباية من الدقيق. بصوا، المعيار او الكمية اللي انتوا بتعملوها دي اختيارية زي ما انتوا حابين. انا عاملة 2 كيلو دقيق، حطيت ربع كوباية او نص كوباية، عليهم باكت من الخميرة وباكت من البيكنج باودر. عاوزاكم تركزوا اول ما ضفت البيكنج باودر على الخميرة، على اللهم صل على سيدنا محمد الدقيق. للعلم ان انا بستخدم ميه من الحنفيه، ما كانتش دافيه ولا حاجه. اللهم بارك. فوران، انتوا لو تركزوا هتلاقوا الفوران عامل ازاي حتى في المعلقه. حلوه قوي، بتخلي المعجنات هشه جدا معايا زي القطن. دي بتساعد جدا المعجنات ان هي تكون طريه، وبتسرع معايا عمليه التخمير. انا عملتها في العلبه زي ما انتوا شايفين كده، وهغطيها وهسيبها على جنب لحد لما انخل الدقيق واجهز بقيه المكونات مع بعض. كده هشيل العلبة على جنب وابدأ في جهزت بقية المكونات ورجعت معاكم تاني. هنا بسم الله ما شاء الله. بصوا الفقاقيع اللي فيها دي، والعجينة نفسها، الخلطة نفسها عاملة ازاي. هنا كان 2 كيلو من الدقيق دوت حبة كاملة، مش عليه اي اضافات من الدقيق الابيض خالص. نزلت عليه، حطيته في العجان واستخدمت الكف بتاع العجن التقيل. دي عبارة عن ايه بقى؟ دوت السوائل عبارة عن ايه؟ مية على سكر. انا بحب السكر في القرص. حطيت السكر على المية وفي الازازة، رجيت كويس جدا لحد لما عملت معايا الرغوة اللي انتوا شايفينها دي. الرغوة دي فايدتها ايه؟ ان هي بتخلي العجينة تخمر اكتر، وتديها تخليها ليها فوليوم كده عالي، بتبقى هشة جدا وزي القطن كده. جربوا الطريقة دي وبجد مش هتندموا، وان شاء الله تدعوا لي دعوة حلوة كده، وترجعوا في القناة تديني كومنت ان انتوا جربتوها وعجبتكم. زي ما انتوا شايفين كده العجين شغال على السرعة الاولى، بس انا مسرعة الفيديو طبعا عشان الفيديو طويل جدا. ابتديت انزل بالميه. بالنسبه للدقيق ده بياخد كميه سوائل اكتر من الدقيق الابيض. دي الحب الكامله بياخد كميه سوائل اكتر. تمام. المعيار مقدار السوائل هنا مش تقدري تحدديه، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. غير كده انا نفسي انا ما حددته، ما اقدرش احدده. انا في الاول خالص لما عملت الميه بالسكر كان نص الازازه زي ما انتوا شايفين، ورجعت ضفت ميه تاني. تمام. هنا كنت ضفت شويه زيت، كانت ربع كوبايه زيت، بس مش عارفه ما التصوير ما جابهاش، او التليفون كان ما كانش بيصور ساعتها. ابتديت حطيت شويه ميه تاني، خلطت شويه سكر في ميه تاني وحطيتهم، لان حسيت ان العجينه جابسه شويه او يابسه شويه. هنا بضيف بقى شويه سمسم كده، حابه تضيفي سمسم، شمر، ينسون، اي حاجه انت حباها. انا ضفت 3 معالق سمسم. تبدا العجينه زي ما انتوا شايفين كده، هي باينه ان هي طريه جدا، بس يعني حلوه، ما كانتش طريه قوي يعني. كل ما العجينه بتكون طريه، كل ما القرصه ما بتيجي بعد ما تتخبز تكون اطرى. هنا بعد ما عجنت كنت طبعا كل شويه بهول عجان وبرجع اعجن شويه ومش عارف ايه، زي ما انتوا فاهمين يعني. ف ما عملتش في الفيديو عشان ما يطولش عليكم، عشان طويل قوي. هنا بعد ما خلصت عجن خالص وسبتها تخمر براحتها. حطيتها تخمر فين بقى؟ ممكن تسيبها في المطبخ، في ضرفة من ظرف المطبخ، في اي مكان انت عايزاه. انا خمرتها فين بقى؟ على الشمس. حطيتها في البلكونه وغطيتها بفوطه زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك، التخمير عامل ازاي، وهميه. اللهم بارك، كانت خطيره وريحتها كانت حلوه جدا. نسيت اقول لكم ان انا ضفت 2 باكت من الفانيليا، ريحتها كانت جايبه اخر الشارع حرفيا. هنا خلاص
اول تخميره احنا بنخمر العجين اي معجنات على مرحلتين. اول مرحله اللي هي قبل التقطيع، تاني مرحله بعد التقطيع. هنا بشكل سهله جدا في التشكيل، اهم حاجه بس اظبطوا شكل القرصه علشان الشكل دوت في الاخر. يعني كل ما بتظبطوها وتظبطوا كده الحواف بتاعه القرصايه كده او القطعه، كل ما بتدينا الشكل الجمالي بيبقى في الاخر. ببدأ ان انا اخد قطع كده على حسب بقى حجم القرصة اللي انا عايزاها، وببدأ ان انا اشكل على السريع. طبعا انا مش هشكل الكمية كلها معاكم علشان انا مش قادرة اقف، انا هكملها وانا قاعدة، وغير كده الفيديو هيكون طويل جدا. فانا هشكل الصاج ده بس، وبعد كده الكمية كلها هكملها مع نفسي. عايزه اقول لكم 2 كيلو نطروا كميه حلوه جدا. يعني انا حتى قبل التصوير اللهم بارك الولاد ما بيصبروش عندي. عايزه اقول لكم عاجبه الولاد جدا، بيحبوها اصلا، مش اول مره اعملها. اساسا القرص دي معروفه من ايام زمان، من ايام ست وستك كده، كانوا ايام زمان كانوا بيعملوها. عارفين فيها ريحه ايه قوي؟ الطعم والريحه جايه ريحه بسبوسه الذره، فيها طعم وريحه بسبوسه الذره قوي. ان شاء الله هتعجبكم، جربوها. وباذن الله نبقى نعمل مع بعض توست الحبه الكامله على دخلة المدارس بقى خلاص. كل سنة وانتم طيبين، كلها اسبوعين والمدارس، فنعمل شوية معجنات حلوة كده بالحبة الكاملة. برضو ان وصلتوا لحد هنا في الفيديو حطوا لايك وكومنت سريع كده نصلي بيه على النبي علشان نكسب ثواب احنا الاتنين. ولو اول مرة تشوف القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم عن القرص، واذا كنتم بتحبوها او ماشيين على نظام الطيبات او لا، واذا كان حد ماشي على النظام هل عمل معاه نتيجة او شاف فرق واضح او لا. هنا القرص بعد ما خمرت المرحلة التانية قبل ما تدخل الفرن على اعلى درجة حرارة، فوق وتحت شواية وفرن، ولو في مروحة بتشغليها. عايزة اقول لكم انا ما كنتش عارفة، هي كانت ساعتها لسه خارجة من الفرن، كانت طرية جدا. كل اللي انا عملته فوطة وغطيتها. بس اهم حاجة اما تطلع من الفرن انت بتسيبيها دقيقة واحدة متغطية بالفوطة، وبعد كده بتحركيها من الصاج عشان لو فضلت في الصاج زي ما هي وهي متغطية بالفوطة هتعرق من تحت، من القاع بتاع القرصة كده، والصاج هتعرق وتعمل مية كده، تحس ان القاع بتاع القرصة من تحت معجن. فانت لازم تنقليها. اتمنى الوصفه تعجبكم، لو عجبتكم متنسونيش في لايك وكومنت جميل كده زيكم يشجعني عشان اعمل لكم وصفات تانية كتير. لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.